أهلا بيكم. لو حد بيشتغل برياكت أكيد قابلته المشكلة دي، التطبيق بيبدأ يبقى تقيل شوية أو حاسس إن الأداء بتاعه مش أفضل حاجة. في الشرح ده هنمسك المشكلة دي ونفصصها، وهنتكلم عن أهم الأساليب والتقنيات اللي بتخلي تطبيقات رياكت سريعة جدا وتستجيب في ساعتها. دي هتبقى خريطة الطريق بتاعتنا. هنبدأ نفهم إيه هي المشكلة الأساسية أصلاً، وبعدين هنمشي خطوة بخطوة على الحلول، من أول حاجة اسمها memorization لحد ما نوصل لطرق أذكى نتعامل بيها مع البيانات والتحميل. فيلا بينا نبدأ بأصل الحكاية كلها. تمام. قبل ما نتكلم في أي حلول، مهم جدا نعرف إيه هو أصلاً أكبر عدو بيواجه أي تطبيق رياكت وبيخليه بطيء. يعني لما الواحد يلاقي التطبيق بتاعه بدأ يهنج أو بياخد وقت عشان يستجيب، يا ترى إيه اللي بيكون بيحصل تحت السطور جوه الكود نفسه وبيسبب التقل ده؟ الإجابة في كلمة واحدة: الري ريندرز اللي ملهاش لازمة. يعني إيه؟ تخيل إنه كل مرة جزء صغير في صفحتك بيتغير، رياكت بيقوم يعيد رسم أجزاء تانية كتير معاه حتى لو الأجزاء دي أصلاً ما اتغيرتش. ده بيحصل لما كومبوننت أب حالته بتتغير، فبيجبر كل الكومبوننتس اللي تحته إنهم يعملوا ري ريندر هما كمان، وده استهلاك للموارد على الفاضي. طيب بما إن المشكلة هي الري ريندرز الزيادة دي، يبقى الحل إزاي نتحكم فيها ونوقفها؟ وأول وأهم سلاح في إيدينا عشان نعمل كده هو تقنية اسمها memoization. فكرة الميمورايزيشن دي ببساطة شديدة هي فكرة الذاكرة المؤقتة أو الكاشنج. يعني لو عندك عملية حسابية معقدة وبتاخد وقت، بتعملها مرة واحدة بس وتخزن النتيجة. لو احتجت تعملها تاني بنفس المدخلات بالظبط، خلاص مش محتاج تحسبها من الأول، هتاخد النتيجة المتخزنة دي على طول. في عالم رياكت ده معناه إننا بنقول للكومبوننت: اسمع، لو البروبس بتاعتك ما اتغيرتش من آخر مرة، ريح نفسك وما تعملش فري رندر تاني. وهنا بنشوف الفرق ده بعنينا. بصوا على الشمال، من غير ميمو، أي تحديث في البارنت كومبوننت بيعمل سلسلة من الري ريندرز لكل التشايلد كومبوننتس اللي تحته. لكن على اليمين، لما بنغلف الكومبوننت بتاعنا برياكت دوت ميمو كأننا حطينا عليه حارس ذكي. الحارس ده بيبص على البروبس ويقارنها بالقديمة. لو لقاها هي بيقول للكومبوننت تمام خليك زي ما انت، وبيمنع الري ريندر، وده طبعا بيوفر مجهود كبير جدا على التطبيق. بس خلي بالك، الحارس الذكي ده ممكن يتخدع. إزاي؟ لو مررنا للكومبوننت بتاعنا فانكشن اتعملت inline، يعني اتعرفت جوه الريتيرن على طول. المشكلة هنا إن مع كل ريندر للبيرنت بتتخلق فانكشن جديدة تماماً في الذاكرة، فالحارس بتاعنا الميمو بيبص عليها ويقول دي فانكشن جديدة، يبقى البروب اتغير، حتى لو الفانكشن دي بتعمل نفس الحاجة بالظبط. والنتيجة، الكومبوننت بيعمل ري ريندر برضه على الفاضي. والحل للمشكلة دي هو اليوز callback hook. زي ما هو واضح على اليمين، بدل ما بنمرر الفانكشن كده على طول، بنغلفها ب use callback. اللي بيحصل إن React بيعمل memoize للفانكشن نفسها، يعني بيحفظها في الذاكرة ويفضل يستخدم نفس النسخة دي في كل ري رندر. وبكده الحارس بتاعنا مش هيتخدع، وهيشوف إن البروب متغيرش، وهيمنع الري رندر اللي ملوش لازمة. طيب ده بالنسبة للفانكشنز، لكن ماذا لو المشكلة مش في الفانكشن لكن في ناتج عملية حسابية معقدة؟ هنا بيجي دور أخو اليوز ميمو. تخيل إنك محتاج تحسب قيمة معينة، مثلاً بتعمل فلترة أو ترتيب لقائمة بيانات ضخمة. العملية دي ممكن تكون تقيلة. يوز ميمو بيخليك تعمل الحسبة دي مرة واحدة بس ويخزن النتيجة، وطالما المدخلات بتاعت الحسبة دي ما اتغيرتش، هيفضل يرجع لك النتيجة المتخزنة دي فوراً، بدل ما يعيد الحسابات التقيلة دي في كل ري راندر. جميل. كده غطينا جزء الرندرنج. بس تحسين الأداء مش بس ري ريندرز، ده كمان ليه علاقة بإزاي بنتعامل مع البيانات والستيت جوه الكومبوننتس بتاعتنا. في غلطة شائعة جداً بيسموها derived state anti-pattern. يعني إيه؟ يعني بيكون عندنا معلومة نقدر نحسبها بسهولة من البروبس أو من state تاني موجود أصلاً، بس بدل ما نحسبها وقت ما نحتاجها، بنروح نخزنها هي كمان في state جديد. زي مثلاً يكون عندك قائمة أسعار، وبدل ما تحسب الإجمالي وقت العرض، تروح عامل state جديد اسمه الإجمالي. ده بيعمل لخبطة وبيسبب ري ريندر زيادة. الحل الصح: احسب القيمة دي وقت الرندر على طول، ولو الحسبة دي تقيلة يبقى نستخدم يوز ميمو زي ما لسه قايلين. طيب خلينا ننتقل لمشكلة تانية خالص، مشكلة سببها مش الكود قد ما هو تفاعل المستخدم السريع. تخيلوا معايا السيرش بار، مع كل حرف بيتكتب ممكن نكون بنبعت ريكوست للاي بي اي. ده سيل من الأحداث، إزاي ممكن نتحكم فيه ونروضه؟ الحل الأول اسمه دي باونسينج. فكرته عاملة زي ما تكون بتقول للكود اهدى كده وما تتسرعش. بدل ما تبعت طلب لل API مع كل حرف،
الدي باونسينج بيستنى لحد ما المستخدم يوقف كتابة لفترة قصيرة، ولتكن نص ثانية مثلا، وبعدين يبعت طلب واحد بس بالكلمة الكاملة اللي اتكتبت. ده بيمنع كمية رهيبة من طلبات ال API اللي ملهاش لازمة. والتأثير بتاعه مدهش فعلا. بصوا على الرقم ده، بدل ما نبعت 12 طلب API عشان نكتب كلمة واحدة، بالدي باونسينج بنبعت طلب واحد بس. متخيلين الفرق؟ ده بيغير تجربة المستخدم تماماً وبيخلي كل حاجة أسرع وأخف. في تقنية تانية شبهه اسمها throttling، بس بتشتغل بطريقة مختلفة شوية. لو الدي باونسينج بيستنى الهدوء، فالثروتلينج بيشتغل زي حارس البوابة اللي بينظم المرور. هو بيسمح لحدث واحد بس إنه يعدي كل فترة زمنية محددة. يعني مثلا هيشغل الكود بتاعنا مرة واحدة كل 200 ملي ثانية بالكتير مهما حصل. ده بيكون ممتاز جدا في حالات السكرولينج. تمام. لحد دلوقتي كنا بنتكلم عن تحسينات جوه الكومبوننتس. دلوقتي خلينا نكبر الصورة شوية ونتكلم عن استراتيجيات بتحسن أداء تحميل التطبيق كله على بعضه. أول استراتيجية هي الليزي لودينج أو التحميل الكسول. الفكرة هنا عبقرية وبسيطة. بدل ما المستخدم يفتح التطبيق فيحمل كل الكود بتاع كل الصفحات مرة واحدة، لا، إحنا بنحمل بس الحاجات الأساسية اللي هتظهر في الأول، وبعدين لما المستخدم يقرر يروح للصفحة تانية، ساعتها بس بنروح نحمل الكود بتاع الجزء ده. والنتيجة وقت تحميل أولي أسرع بكتير. المشكلة التانية الكبيرة القوائم الطويلة جداً. لو عندنا قائمة فيها 10,000 عنصر، والطريقة العادية إننا بنرسم ال10,000 عنصر دول في الضم مرة واحدة، دي وصفة مضمونة الكارثة. اليو آي بيبقى بطيء جداً وبيعلق مع كل سكرول. الحل السحري هنا اسمه virtualization. بدل ما نرسم ال10,000 عنصر، إحنا بنرسم بس العناصر اللي باينة على الشاشة في اللحظة دي. يعني ممكن يكونوا 10 أو 20 عنصر بس. وكل ما المستخدم يعمل سكرول لتحت، بنشيل العناصر اللي اختفت من فوق ونرسم العناصر الجديدة اللي ظهرت من تحت. كده المتصفح بيتعامل مع عدد صغير جدا من العناصر في أي وقت، والنتيجة بتكون أداء خرافي وسكرول ناعم جدا. كل اللي فات ده كان تقنيات بنعملها بإيدينا. طيب إيه اللي جاي في المستقبل؟ هل هنفضل نعمل كل ده يدوياً؟ الخبر الحلو إن فريق رياكت شغال على حاجة اسمها رياكت كومبايلر. الكومبايلر ده المفروض إنه هيكون ذكي كفاية إنه يفهم الكود بتاعنا ويعمل معظم عمليات الميمورايزيشن دي بشكل أوتوماتيكي. يعني في المستقبل ممكن ما نحتاجش نستخدم ميمو ويوز كول باك ويوز ميمو بنفس الكثافة. بس حتى مع وجود كل الأدوات دي والكومبايلر اللي جاي في الطريق، في حكمة مهمة جدا لازم نفتكرها. التحسين مش هدف في حد ذاته. القاعدة الذهبية هنا هي: ما تحاولش تحسن أداء حاجة شغالة كويس أصلاً. التحسين بيكون مطلوب بس لما نلاقي عنق زجاجة حقيقي، لما نلاقي فيه بطء ملحوظ. وده بيخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، مش إزاي نحسن الأداء، لكن إمتى نحسن الأداء. هل بنعمل كده عشان في مشكلة حقيقية، ولا ده مجرد تحسين مبكر بيعقد الكود على الفاضي؟ التفكير في السؤال ده هو اللي بيفرق بين المطور الشاطر والمطور اللي بيعقد الأمور. التوازن هو مفتاح كل حاجة. شكراً جداً ليكم.